السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة سكندري 1 مع تقييمات الأسبوع الخامس ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله حبايبي. ومعانا أول سؤال بيقول يا حبايبي أمونيا الليفر is converted into إيه؟ طبعا حبايبي احنا لما اتكلمنا إن الليفر بيحول طبعا بيكسر الأمينو أسيدز يحولها لأمونيا ودي توكسيك بعدين يحولها من أمونيا into يوريا. الإجابة letter C. What is the main function of reabsorption of kidneys؟ الكدني حبايبي ان بتعمل reabsorption لليوسفل substances، تمام كده؟ فيها كانت remove الويست؟ لا طبعا. recovering useful substances such as الجلوكوز، صح كده؟ السؤال اللي بعديه طبعا دي كلها معلومات مباشرة. اليورين moves from the kidney to the bladder through مين؟ اليوريترز حبايبي. الكدني كانت موجوده فيها اليوريترز اللي هي الحالبين دول، تنزل منهم الووتر افتر فلتريشن هي اليوريا والحاجات اللي فيها. الايفابوريشن اوف سويت from the skin surface helps in، طبعا يا جماعه السويت بيعمل ريجوليت للبادي تمبريتشر، فده هيبقى انكريز، لا يبقى ديكريز البادي تمبريتشر. البايل طبعا ده البايل حبايبي كان بيخلصنا من الاكسس كوليسترول والبيجمنتس او الدايز اللي هي الصبغات، فالجلوكوز هيبقى هنا get rid of excess cholesterol disposal يعني get rid of. increase the blood acidity caused by carbon dioxide negatively affected مين؟ قلنا affect الايه؟ الانزيم اكتيفيتي. الاسيديتي بتزيد، البي اتش بتقل، واحنا قلنا الترم اللي فات لو تفتكروا زي ما قلنا في الحصه ان حضرتك البي اتش بتاثر على الاكتيفيتي بتاعت الايه؟ الانزيم. يا مسهل. when there is a disturbance in ion concentration inside the body، في disturbance في الايون. delicate vital processes بيأثر على الفيتال processes such as ايه؟ الهير جروث، سكين كلر، نيرف اند ماسل. النيرف والماسل functions قلنا حبايبي ان الايون بتاثر على النيرفز والمسلز. Number 8 the skin has immune function because it contains قلنا حبايبي الابيديرمس، دي الطبقه اللي هي اللي فوق خالص، دي بتخلصنا من بروتكت الايه الانسان من الميكروبس، وكمان بتقلل اللوس اوف ووتر فتبقى الابيديرمس. طبعا ميكروبس يبقى الاميونيتي. الاكتيفيتي اوف سويت جلاند از دايركتلي بروبورشنال تو ايه؟ كل ما السويت كل ما التمبريتشر بتزيد اكتر الاكتيفيتي بتاعت الايه؟ السويت جلاند هتشتغل اكتر عشان تطلع ميه عشان تقلل البادي ايه؟ تمبريتشر. فدي تعتبر دايركتلي بروبورشنال تو اماونت اوف بروتينز، لا ديكريز بريسنج انكريز السراوندينج تمبريتشر. تمام. السؤال اللي بعديه بيقول لي حبايبي which of the following illustrates the dual nature of metabolism؟ الميتابوليزم هل هو muscle contraction و relaxation ولا nerve impulse transmission inhalation and exhalation protein synthesis و glucose breaking down؟ صح كده يا حبايبي ان الميتابوليزم في كاتابوليزم تكسير طلع انرجي، في انابوليزم building up بيستهلك انرجي. يبقى الإجابة letter D. Which of the following shows the importance of excretion in homeostasis؟ أهمية عملية الإخراج على الاتزان الداخلي. Preventing accumulation of harmful byproducts، أو الإجابة مظبوط إن هو حبايبي بيمنع تكون المواد الضارة في جسم الإنسان، بيتخلص منها أول بأول. اللير that contains sweat glands and hair follicles اللي هي حبايبي الديرمز، دي فيها بقى البلاد فيسلز وقلنا الهير ايه؟ فوليكلز والسويت جلاندز. طيب relation between liver and kidney in dealing with proteins is ايه؟ هل الكدني breaking down proteins؟ لا طبعا ده شغل الليفر. The liver converts ammonia into urea and kidney secretes it
صح كده. انت عندك لما بكسر البروتين الامينو اسيدز حول الامونيا الليفر، بعد كده الليفر يحول الامونيا انتو حاجات ليس هارمفul اللي هي اليوريا، وبعد كده يبعتها للكدني، الكدني تعمل ايه بقى؟ تتخلص منها. جينا المقالي بسرعه كده حبايبي، بيقول لي explain why does the accumulation of carbon dioxide threaten الفيتال بروسيس. طبعا قلنا حبايبي ان الكربون دايوكسيد بيعلي الاسيديتي، فبالتالي لما يعلي الاسيديتي هيأثر على الانزيمز اكتيفيتي. بيقول لي كده لما الكربون دايوكسيد يزيد في جسم الانسان الاسيديتي بتاعت البلاد هتزيد، وده حبايبي disrupts الفانكشن اوف انزيمز، يأثر على الفيتال بروسيس. عشان الناس هتعمل بقى مثلا سكرين شوت للاجابات. Explain the liver acts as a main processing station for toxins. الليفر يعتبر ده حبايبي المحطة الرئيسية في عملية اللي هي الفلتريشن، او محطة اللي هي تعتبر كده اللي هي التخلص من التوكسينز او البويزنس ماتيريالز. قال لي ان هو كان بيحول التوكسيك سبستانسز، مواد ضاره زي الدراجز بقى والفود اديتيفز بسم الله والامونيا اللي هي جت حبايبي من البريكنج داون بتاعت الامينو اسيد، ويبدا يحولها انتو حاجات ليس هارمفul برودكتس. تمام؟ جميل. بيقول لي why losing large amount of water considered dangerous to human life. طب قلنا حبايبي لو الجسم اتخلص من كميات كبيره من الميه ده يعمل عمليه ديهايدريشن، تمام كده؟ فطبعا ده هيأثر على الفيتال رياكشنز في الجسم. طبعا الميه دي قلنا اغلبيه جسمنا ميه، فده هيأثر على الميه في جسم الانسان، ويأثر على البيولوجيكال رياكشنز، فبالتالي هيؤدي لي الديهايدريشن، وبالتالي لما الميه بيخرج معاها سولت فاعمل سولت امبالانس، وبالتالي بوتنشلي اورجان فيلور ويعمل فشل للاعضاء. يبقى تاني حبايبي اللص كميه ميه كبيره ده بيأثر على البيولوجيكال رياكشنز وبيعمل ديهايدريشن، وكمان بيعمل سولت امبالانس ويعمل فشل للاعضاء اورجان فيلور. اخر سؤال في المقالي بيقول لي حبايبي explain the role of lungs، دور اللانجز في الاكسكريشن بروسيس. طبعا اللانج تخلصنا من الكربون دايوكسيد والووتر فيبر ثرو اكسهاليشن، بريموف الكربون دايوكسيد والووتر فيبر ثرو اكسهاليشن اثناء عمليه الزفير. خش بعد كده بقى على المودلز. اللهم بارك، احنا النهارده ما خدناش وقت كتير ودي ميزه كويسه الحمد لله. طبعا حبايبي حاجات البايو بتبقى حاجات سهله واجابتها بتكون سريعه، فالله المستعان بقى، ربنا يعيننا بقى في الشابتر اللي بعديه حاجه طبعا بعيد عن البيولوجي خالص، اللي هي بقى حاجه متعلقه بالجيولوجي والكيمستري اكتر. Choose the correct answer. Accumulation of metabolic waste directly leads to تراكم الويست اللي هي بتاعه الميتابوليك او ميتابوليزم هتاثر في ايه؟ قال لي هتزود الريت اوف كاتابوليزم، ولا تقلل التمبريتشر، ولا انكريز الافشنسي بتاع السيلز؟ لا ده حاجه ضاره جدا. ولا ديستربنس، اضطراب في الكيميكال بالانس اوف فلويد؟ طبعا هتعمل عمليه ديستربنس في الكيميكال بالانس اوف فلويد. طيب حاجه ضاره يبقى تعمل حاجه حاجه مضره. subcutaneous layer functions. subcutaneous دي اللي هي حبايبي اللي هي الهايبوديرم. الهايبوديرمز دي اللي فيها layer of fats. قال لي دي barrier against microbes. لا ده طبعا ده الابيديرمز. filter from a filter for blood. لا قال لي thermal insulator due to fat content. صح كده، عشان حبايبي ان هي طبقه من الفاتس فتبقى تعمل عمليه insulation. الاكيوميشن اوف bilirubin in the body leads to تبقى حبايبي الجاندس او جوندس، الاثنين صح، بريتش وامريكان، جاندس وجوندس. Which excretory organ would be most affected when consuming foods containing dyes؟ طبعا يا جماعه البايل بتخلصنا من، طبعا دي متعلقه بالليفر،
فالبايل يخلصنا من الاكسس كوليسترول والبيجمنتس او الدايز. فحبايبي ده متعلقه بمين بقى؟ متعلقه بالليفر. البايل تبع مين؟ البايل تبع الليفر. طيب السؤال بيقول لي why metabolic wastes are considered byproducts despite originated from essential reactions. ما هي ويستس في حاجات مضره مش مفيده، فبالتالي لازم تبقى حبايبي حاجات باي برودكت مش حاجات اساسيه طبعا. قال لي because they are not useful، حاجات مش مفيده للبادي essential chemical reactions، فهي حاجات مش مفيده لاي كيميكال رياكشن في الجسم، فبالتالي ملهاش اي لازمه، فيعتبر باي برودكتس. عشان الناس تاخد بقى سكرين شوت بسرعه اهو. اجابه choose the correct answer. الامونيا is a waste product resulting from breaking down of A. امونيا امينو اسيد، امينو امونيا، امينو امونيا، امينو امونيا. الامينو اسيد اتكسر لمين؟ لامونيا. طيب which of the following organ contribute to regulate the body temperature and salts؟ طبعا حبايبي ده متعلق بالسكن. regulate the body temperature ده مين؟ السكن طبعا. Which of the following metabolic waste its accumulation increases blood acidity؟ مين في دول حبايبي هيزود blood acidity؟ طبعا قلنا من شويه كربون دايوكسيد جاز. الميتابوليزم is a process of A catabolism only anabolism؟ لا الاثنين both، يبقى both catabolism وanabolism. النفرون considered the functional unit of kidney. طبعا يا حبايبي النفرون يبدا يعمل فلتريشن للووتر والسولتس والجلوكوز، الحاجات دي كلها يبدا يعملها فلتريشن حضرتك، وبعدين يعمل ري ابزوربشن، يساعد في عمليه الري ابزوربشن تاني لليوسفل سبستانسز ويرجعها للجسم كمان مره. فقال لي ده عباره عن ميكروسكوبيك فلتريشن، فلتر في الكدني، ده هيفلتر الويست اللي جاي من الدم، ولكن المواد المفيده زي الجلوكوز والووتر والسولتس الايونز يعني هتعمل ريتيرن باك تو ذا بلاد، يرجعها تاني للبلاد، يبقى يبدا يفلتر البلاد من الويست، وبعدين الحاجات المفيده يبدا يرجعها تاني للجسم. الحاجات الضاره زي اليوريا مش عايزها خالص، تبقى يتخلص منها تماما. وجينا اخر موديل بيقول لي حبايبي when examining a urine sample from a patient it was found to contain large amount of glucose. والمفروض الجلوكوز اصلا بيحصل له عمليه ري ابزوربشن، فده طلع يبقى ري ابزوربشن فيها مشكله. This may indicate a defect in the process of reabsorption. هيأثر على العمليه، طبعا في مشكله في اعاده امتصاص المواد دي. Increase in the concentration of sodium ions in the blood directly affect ايه؟ طبعا حبايبي لما تركيز الايونز بيزيد الاكتيفيتي بتاعت الكدني هيزيد حضرتك عشان يحتفظ بالميه اكتر عشان يعمل دايليوشن للسولت. فحضرتك affect rate of breathing production of skin pigments kidney activity. طبعا هيزود نشاط الايه الكدني. breaking down او breakdown of hemoglobin resulting from destruction of all red blood cells produces طبعا البيليروبين. حبايبي طبعا هيبدا الاولد ريد بلاد سيلز تتكسر عشان خلاص كبرت، فحضرتك تكسير الهيموجلوبين اللي طلع منها بيطلع لي البيليروبين، والبايل تعديه لمين؟ للستول ونخلص منه. طيب الريليشن بين الكاتابوليزم والميتابوليك ويست. الكاتابوليزم ده التكسير طبعا، وكل ما كسر اكتر هيطلع ويستس اكتر، فيبقى العلاقه بينهم دايركت ماشي. انكريز كاتابوليزم انكريز الويست طبعا، يبقى اول اجابه ان حبايبي كل ما الكاتابوليزم معدله يزيد كل ما يطلع ميتابوليزم ويست اكتر. اخر سؤال حبايبي، اللهم بارك، انا اظن يا رب ما خدناش ربع ساعه، ولا يعني يمكن يكون اقل من 10 دقائق كمان، يعني داخلين في ربع ساعه اهو.
قال لي explain the skin plays a dual role in human life. طبعا السكن خلصنا من الاكسس ووتر والسولت، والحاجه الثانيه دول يعني دبل. خلصنا من الاكسس ووتر والاكسس سولت، وكمان ريجوليت البادي ايه تمبريتشر، فيبقى ريموف الاكسس سولت اند ووتر وريجوليت حبايبي البادي ايه البادي تمبريتشر. وكده الحمد لله رب العالمين خلصنا الاسبوع الخامس. ان شاء الله نشوفكم على خير الاسبوع القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.